أصدقائي صديقاتي الأعزاء، أهلا بكم. دي مقدمة الحلقة الأولى مع الحلقة الأولى في مذكرات مقاتل سابقا مقتول حاليا. عشان أعمل فيديوهات ديت خدت وقت طويل أوي عشان أفكر، وما كانش في دماغي إن أنا أعمل فيديوهات أو أتكلم على أحداث حصلت في حياتي لكذا سبب. أول حاجة، أنا مش حاجة عشان أعمل حاجة عن نفسي، وده بدون أي اتضاع، دي حقيقة، يعني ده إحساس أنا حاسه وعارفه وفاهمه. تاني حاجة، قلت يعني طب هي الناس هتستفاد ايه لما تعرف عني حاجة؟ ولكن اللي شجعني ان انا اقوم بالتجربة ديت او اعملها طلب ناس كتير، قالت لي اعمل حاجات كده في حياتك في فيديو ونزله. فكرت فعلا ان اعمل الموضوع ده، وقلت طب انا هعمله ليه؟ فقلت ممكن الناس تستفاد من بعض الاخطاء اللي انا مريت بيها وتتلاشاها. دي الحاجة الاولى. الحاجة التانية، كل اللي بيحضروا معايا وبيقعدوا معايا هم اصحابي وحبايبي، ففي ناس كتير بتشوف بعض الاشعار ما بتبقاش فاهمه هو كاتبها ليه. فيمكن لو اتكلمت عن نفسي شويه وعلى بعض مرور سريع يعني جدا، هحاول بقدر الامكان ان اقتصر عليكم، وانا هعمل كذا حلقه. يمكن تفهموا انا بكتب الحاجات دي ليه، ويمكن تعرفوا انا كتبتها ليه، ويمكن تفهموا حاجات كتير، ويمكن تستفادوا ان انتم ما تقعوش في نفس التجربه او في نفس الغلطه او في نفس الغلطات اللي انا وقعت فيها. على البركه نبدا الحلقه الاولى. وقبل ما ابدا الحلقه الاولى، لما جيت اتكلم عن حاجات في حياتي مرت بيا، كنت محتار اتكلم على ايه. ويمكن كنت كتبتها في المنتدى قبل ما انزل الفيديو دوت. مش عارف اتكلم على ايه. اتكلم على طفولتي، اتكلم على الضحك بتاعي، اتكلم على بكائي، اتكلم على صداقاتي، اتكلم على الخيانات، اتكلم على الطعنات، اتكلم على الجدر، اتكلم على القسوة، اتكلم على الحب المفقود الميت، اتكلم على الحنان اللي مات قدام عيني، اتكلم على عدم تركيزي وفهمي في بعض الناس ان هم كانوا مجرد اعداد موجودة في حياتي وخلاص. اتكلم على الوحدة اللي دلوقتي بقت عايشة جوايا، حتى وانا موجود مع الاف الناس في اي مكان بقت اشعر بيها. اتكلم على ايه؟ على احلامي اللي فقدتها، على طموحاتي اللي كان نفسي اعملها ما عملتهاش. اتكلم على ايه؟ على سنين مرت من عمري ومعرفش هي مرت ازاي. فكنت محتار، فحسيت ان جوايا صرخة قوية لدرجة البركان، ان هي مش عارفة تبدأ منين الحكاية. ولكن قررت ان انا ابدأ. ارجو ان انتم ما تكونوش مليتوا في المقدمة الطويلة اللي انا شايف ان هي ممكن تخليكم تملوا، ولكن على البركة نبدأ مع المحطة الاولى. انا من الناس اللي متذكرين جدا حاجات كتير قوي في الطفولة. يمكن معتز بطفولتي لدرجة اني متذكر، يعني نقلا على ما قالته لي امي وعلى شهادة ميلادي، ان انا اتولدت في يوم 5/10 الساعة 3 صباحا. فاتحسبت ان انا مولود يوم 6/10 الساعة 3 صباحا، يعني اتولدت مع بداية اليوم، مع الفجر، مع قرب الفجر كنت بتولد. فيبدو ان انا كنت مزعج من بدايتي، يعني ميلادي كان مزعج. وما كانش فيه التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي ان هم يعرفوا ميعاد الولاده لا خالص، ده كان بيجي في وقت خلاص. فانا يظهر ان انا جاي من بداياتي مع دقات الساعه اللي هي بتدق، بتقول ان في شخصيه مزعجه هتيجي العالم، هيزعج اللي حواليه. ومع اني كنت مزعج وهتيجي الاحداث دي بعد كده، مع اني كنت وافي جدا لناس كتير، ومع اني كنت بعمل دوشه وشغب وشقاوه لناس، لكن كنت محب ومخلص وبدون اي مجامل نفسي. انا هحكي كل حاجه باخطائها وبعيوبها وكل حاجه، ورزق على الله، مش هخبي. فاتولدت في اليوم دوت، وانا اتذكر ان انا اتولدت في عابدين، حي شعبي
جميل اسمه حي عابدين. وهو ده البيت اللي انا اتربيت فيه. البيت ده في عابدين، ده بيت جدي ابو امي. ولو قعدت اقول لكم من هنا لبكره انا قد ايه كنت ببقى سعيد في المكان ده مش هتصدقوني. قدامكم على اليمين في جذع شجره كبير، الشجره دي هي شجره توت. انا كنت واقف جنبها وهي بتتزرع، وافتكر كويس قوي لما خالي كان بيزرع الشجره ديت. في باب خشب جنب الشجره، يمكن الصوره مش جايه كويسه، لكن الباب الخشب اللي على اليمين اللي جنب الشجره ده هو ده باب البيت. وقدام شويه جنب البيت جامع الصحابي. قد ايه المنطقه دي جميله، وقد ايه المنطقه دي ليا ذكريات حلوه فيها. خصوصا البيت ده، اجمل سنين عمري انا شفتها في البيت دوت. وكنت اتمنى ان انا اروح اصور من هناك، لكن للاسف انا بقالي كتير او مش بروح هناك. وزي ما قلت لكم المكان ده هو بيت جدي. المكان ده انا شفت فيه اجمل ايام عمري. احلى لحظات حياتي شفتها في المكان ده. انا اتذكر كل شيء في المكان ده. البيت الخشب، البيت القديم بالادوار كلها، ده كان بتاع جدي. وانا ما شفتش جدي ده، جدي ابو امي ما شفتوش وما عصرتوش، ولكن شفت خالي هناك. خالي كان قاعد في البيت وكان مقيم في البيت، والبيت كله كان فيه 2 خلان ليا، خالي الصغير اللي كان اصغر من امي وخالي الكبير، وكلهم يعني توفوا يعني. اتذكر كل حاجه، اتذكر كل لعب لعبته، اتذكر قد ايه انا كنت احب اروح المكان ده، اتذكر قد ايه ان انا لما كنت بروح المكان ده كنت اشعر ان انا في الجنه، قد ايه كنت بشعر بالحب وبالامان، قد ايه ريحه المكان نفسها. المكان نفسه كان ليه ريحه بالنسبه لي، مجرد ما اخش احس بسلام نفسي غير عادي. اتذكر ان حياتنا كلها كانت واقفه، لما نروح عابدين هنعمل كذا، لما نعوز نشتري حاجه هنشتريها من عابدين. وقد ايه امي كانت يعني بتحسسني ان المكان حلو، وانا كنت فعلا حاسس ان هو حلو. آه، اتذكر ان لما كنت بروح هناك ما كنتش ببقى عايز ارجع. ذكريات طويله من الطفوله، والمكان دوت كان ليه دور كبير جدا في حياتي. كنت ازعل جدا لما اروح بيتنا، لان انا كنت في الوقت ده ما كانش ليا اخوات. اختي دي اتولدت بعدها بقى بسنين، فكنت حتى في الوقت ده اشعر ان انا ماليش اخوات وماليش حد. يعني كنت ببقى زعلان قوي الموضوع دوت. وابص الاقي كل الناس ليهم اخوات واليوم كده انا ماليش. انا بضطر ان انا اقعد طول اليوم مع امي في البيت وانا صغير في السن دوت، واستنى لحد ما يجي. مفيش حد، مفيش حد يعني، امي واستنى ابويا يرجع من الشغل وخلاص على كده، مفيش اي حاجه تاني. فكان عابدين ده بالنسبه لي هو انا كده خرجت للعالم الجميل. ويبدو ان شعور الوحده اللي كنت اشعر بيه في الطفوله هيبقى مؤشرات بعد كده ان زي ما يكون ده تاهيل ان انا هعيش في يوم من الايام لوحدي، او هكون في لحظه من اللحظات بجد بقى لوحدي. يمكن الاول كنت اشعر بالوحده في الطفوله عشان معيش اخوات في السن يلعبوا معايا، لكن لما كبرت وحصلت الاحداث اللي انا فيها دلوقتي اللي هاجي لوقتها ومش هسرق احداث، بدات اربط المشاعر دي بالمشاعر اللي انا فيها. اكتشفت ان انا في الطفوله كنت في رحله في امل ان هي تنتهي، وفي امل ان يكون ليا جو وليا ناس وليا دنيا. لكن دلوقتي دخلت في حلقه مفقوده، او حلقه مغلقه، يعني دايره مغلقه وبلف في حواليها ومش قادر اخرج منها. وجه وقت الدراسه. كانت الدراسه بنخش واحنا عمرنا 6 سنين. واكمل الحلقه الجايه قد ايه في مواقف كتير ضايقتني، وقد ايه في مواقف كتير تعبتني، وقد ايه بدأت اشوف روح المنافسة بين ناس وناس، وقد ايه لقيت الدنيا بدأت تصغر، زي القصيدة اللي قلت لكم عليها، اللي اتكلمت عليها. بما ان العالم بيشطب والدنيا بتقول لي وداع، والتعب الناشف بيرطب وبيكتب نهية اوجاع، والقصة بتخلص بما فيها
وبسلم نمري للأمانات، وحياتي هتخلص وعليها ورقة مختومة تقول أهو مات. راح أحكي القصة بكل ما فيها من غير ما أخبي دموع لياليها، أو حتى أقول على جرح حصل لي. أنا هحكي حكايتي من غير ما داريها. بدايتها كان يوم موعود، من غير ما اختاره بقيت مولود. دقات الساعة جابتني العالم، واختاروا اسمي بقيت موجود. أنا فاكر كل اللي حصل لي، أنا فاكر أيام بالملي، أنا فاكر حتى كمان عابدين، والرحلة لخالي كانت بتسلي. القصيدة دي يمكن فيها جزء كبير. هننقل في الحلقة التانية على مرحلة أولى ابتدائي والدراسة في مدرسة الشيخ صالح بعبدين. انتظروني، لو عجبكم قولوا لي كمل، ما عجبكوش قولوا لي ما تكملش. بس عايز اقول لكم الاحداث اللي جايه هبدا اكون مقاتل. انا لسه كده ولا مقاتل ولا مقتول. الاحداث الجايه هبدا اكون مقاتل، ومع الاحداث هكون مقتول. انا لغايه دلوقتي ولا تعديت للقتال ولا تعديت ان اكون مقتول. من بدايه الدراسه هيبدا المقاتل اللي جوايا يظهر، لحد ما اوصل معاكم في اخر مذكرات مقتول. يا رب اكون كنت خفيف عليكم. هحاول ان انا بقدر الامكان اقصر. لو عجبكم اعملوا لايك وعلقوا، قولوا لي اكمل او لا. انا لو لقيتكم مش معلقين مش هكمل. اتمنى يكون الموضوع عجبكم. ربنا معاكم ويسعدكم يا رب. اشكركم.